الكمية دي كلها عملتها من كيلو دقيق. عملنا قرص محشية بالعجوة وقرص سادة، مقادير مظبوطة جدا جدا. يلا بقى حطوا لايك للفيديو لو اول مرة تشوفوني، واشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش. نسمي الله وندخل على الفيديو. معانا كيلو من الدقيق، وزي ما متعودين احنا بندخل الدقيق الاول. اي نوع دقيق تفضلي، اهم شيء يكون دقيق متعدد جميع الاستخدامات. انا ما بذكرش نوع دقيق معين. خلاص هندخل بقى الدقيق زي ما انتم شايفين كده. ومعانا ايه تاني هنضيفه على الدقيق؟ معانا 3 معالق لبن بودرة، معايا معلقتين سمسم كبار ممكن تستبدليهم بشمر او ينسون، ومعايا كيس خميره فوريه، ومعايا كوبايه من اللبن وكوبايه من السمنه. خلاص، ورشه ملح ومعلقه سكر بس انا نسيت احطها، خلاص، او معلقتين سكر كده زي ما انتم شايفين. هضيف بقى 3 معالق لبن بودره، معلقتين كبار من السمسم، معايا كيس خميره فوريه، معايا نص معلقه ملح، وزي ما قلت لكم في معلقتين سكر بس انا نسيت احطهم. خلاص هقلب بقى كل المواد الجافه مع بعضيها كده، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه من السمنه. السمنه بتاعتي سايحه، اي نوع سمنه برضو انتي تفضليه. بس هبس بقى الدقيق بالسمنه كده، هقلب كده بالسباتلا، وبعد كده اروح شايلاها واعمل بايدي. بس كده بقى استغنى عنها واشيلها، وهفرك الدقيق بالسمنه كده بايدي. خلاص كده الدقيق شبعته بالسمن، وخلاص بقى عامل زي حبيبات الرمل المبلوله. بعد كده هنزل عليه بكوبايه من اللبن الدافي. اللبن ده بلدي، اي نوع لبن برضو انت تحطيه. خلاص هقلب بقى كده، هعجن الدقيق باللبن. هلم بقى الدقيق بتاعنا كده، بس عجيني بقى الدقيق كده وتوهي الدقيق ده خالص. اخدت مني بالظبط حوالي كوبايتين الا ربع، ممكن انت تاخدي اقل او زياده على حسب الدقيق اللي انت جايباه. في دقيق بيقبل سوائل ودقيق ما بيقبلش يا جماعه. بس انا كملت بقى بميه دافيه برضو. لو انت عندك لبن كملي باللبن عادي خالص، بس بما ان انا حاطه لبن بودره فعادي خالص، انا كملت بكوبايه الميه، يعني كوبايه لبن وكوبايه الا ربع من الميه. هلم بقى العجينه كده خالص والمها كده ومبقاش فيها دقيق خالص. بس عجنتها بقى هي خلاص. العجينه ما شاء الله ملمسها ناعم جدا جدا معايا وزي الملبن. بس كده بصوا ملمس العجينه عامل ازاي معايا. هغطيها بقى بورق استرتش وهنسيبها تخمر. قعدت معايا بالظبط ساعه او ساعه الا ربع اختمرت. انتوا عارفين ان الجو سقع شويه، كانت الاول في الحر بتقعد نص ساعه بس. غطيها بورق استرتش وبعد كده غطيها بفوطه بقى، ولو انتي مستعجله سخني الفرن وطفيه وحطيها شويه في الفرن هتختمر معاكي بسرعه. بس كده خلاص نغطيها بقى ونسيبها زي ما قلت لكم. اخدت معايا بالظبط ساعه الا ربع. ادي بقى العجينه بتاعتنا بعد ما اختمرت. تعالوا كده بقى نبص عليها. بقول لكم اخدت مني كوبايه الا ربع من الميه. بصوا العجين بتاعنا هبطناه. تعالوا بقى كده هنقطع العجين. هكور بقى العجين زي ما انتوا شايفين. قطعي الحجم اللي انت عايزاه، كبير صغير براحتك خالص. انا قطعتها كده يعني ايه، في حجم البرتقانيه اللي هي البلدي الصغيره كده، يعني ما تكونش كبيره قوي ولا صغيره قوي، في المعقول الوسط. هقطع العجينه كلها بنفس الطريقه كده وهنسيبها شويه ترتاح. طبعا العجينه بتاعتنا خمرانه، هنسيبها حوالي 10 دقايق بس العجينه ترتاح علشان تتفرد معاكي بكل سهوله. اللي وصل معايا في الفيديو لغايه هنا حطوا لي لايك للفيديو، واللي لسه مشتركش تحت الفيديو كلمه اشتراك بالاحمر يضغط عليها، يزود عيله ناديه في المطبخ. كده خلاص بعد ما قطعنا العجين بتاعنا او قرصنا العجين، جبت بقى كيسين مشمع كده وغطيت بيهم. بعد كده هحط الفوطه عليهم عشان وش العجين بس ما ينشفش. دي كانت حته عجوه عندي اللي هي التمر، عجوه مفرومه فكانت ناشفه، يعني بقى لها فتره عندي في الفريزر. حطيت لها حوالي 3 معالق ميه او معلقتين ميه وعلى النار كده وطريتها، وبعد كده رحت حاطه لها معلقه سمنه وكورتها زي ما انتم شايفين كده. بقى بفرد القرصه وبروح فرده حته العجويه وبحطها في النص، وبتلمي كده العجينه زي سره كده، بتلميها وبتروحي مقفلاها، وبعد كده بتضغطي عليها وتبططيها تاني. خلاص ما تبططيش قوي وترققي القرص علشان ما تبقاش ناشفه معاكي. خليها يعني حلوه، لا رقيقه قوي ولا مليانه قوي. بس كده بالمقص بقى كده، وبروح فاتحه كام فتحيه كده من النص. المقص هيسهل عليكي الحركه دي احسن من السكينه. طبعا ده مقص مطبخ، انا مخليه للمطبخ بس، عشان بحيث لو انت هتعملي ساده وبعجوه هتبقي عارفه القرصه النين اللي فيها عجوه والقرصه النين الساده. ومن ناحيه تانية بتدي معاكي شكل جمالي حلو قوي للقرصه، كانك انت جايباها من الفرن، يعني من المخبز من بره شاريها جاهزه. كده خلاص زي ما انتوا شايفين بفرد برضو العجينه وبروح حاطه حته العجويه من النص،
وبلم العجينة كده زي سرة اهي. بصوا بفتح كده، بتفتحي المقص وتروحي ضاغطة كأنك بتقصي حاجة اهي، بس بتديك الشكل دوت، فبسرعة يعني بتنجزي يعني. لو هتعملي 10 كيلو ما شاء الله يعني مش هتاخد منك وقت خالص. بصوا اهو، بس بحط حتة العجوة في النص وبعد كده بلم العجينة بكورها كده، بلمها زي سرة كده وبروح مبططة عليها وبعد كده بفردها بايدي. بس الموضوع سهل جدا، ما اخدوش معايا وقت خالص، واللهم بارك يعني ما شاء الله الكيلو عمل معايا كمية كبيرة جدا. بس وبالمقص برضو بنعمل الوش بتاع القرصة زي ما انتوا شايفين معايا. بالنسبة بقى للبنات اللي ما بيروح لهمش اشعار بالفيديو، يا جماعة انا كل فيديو بقول كده الغوا الاشتراك واشتركوا تاني وفعلوا الجرس على كلمة الكل علشان كل ما انزل فيديو يجيلكم بيه اشعار. بس كده زي ما انتوا شايفين. بس وبعملها بقى بالمقص بنفس الطريقة. هكمل بقى الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين معايا، وبعد كده هوريكم بقى ايه خلصت العجوة. تعالوا بقى نشوف القرص اللي هي السادة اللي احنا عملناها برضو. بس ببطط عليها وبفرد برضو، بفردها بايدي وبسويها. لو انت شايفه القرصه مش متسويه بتسوي بايديكي كده من الجناب، وبعد كده بتعملي بالمقص. دي بقى الايه الكام واحده اللي فاضوا اللي هم ساده من غير عجوه، ما فاضلهمش عجوه، لان انا عندي حنين ما بتحبش العجوه في القرص، بتحب القرص الساده. فدول بقى كده ايه كويس ان فاضلها شويه ساده يعني من غير قرص. بس كده خلاص خلصت بقى كده الكميه كلها. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه المرحله اللي بعد كده. كده خلاص خلصنا كل الكمية. هنغطي بقى القرص بتاعتنا دي حوالي برضو 10 دقايق ترتفع، بس هي خمرانة. كنت وانا بعملها معاكم مشغلة الفرن ومسخناه. بص اللهم بارك الكيلو رمى معايا كمية كبيرة قوي. كده خلاص بقى اغطيهم كده بفوطة واسيبهم عقبال ما الفرن بتاعتنا تسخن كويس يكونوا هم ارتفعوا. تعالوا كده خلاص ارتفعوا وعدى ال10 دقايق. ببدأ بقى بايه بالصاج اللي انا قرصته الاول. معايا بقى معلقتين من اللبن، هدهن بقى بالفرشة كده وش الحليب وش القرص خلاص. بس هدخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 200 180. هحطهم في الرف الاوسط، فرنك تحت وفوق، هتيجي تحت وفوق. فرنك تحت بس هتحطي تحت ياخدوا لون دهبي من تحت، وبعد كده تقيدي الشواية على الوش. لو الفرن بتاعك كويس هيطلع وش وتحت وفوق كويس خلاص. بس كده. تعالوا بقى بصوا الصاج بتاعنا بعد ما خرج لسه شوية هنقلبه بقى، بتضيريه كل شوية، بتجيبي من الجنب ده على الجنب ده عشان كله ياخد لون واحد ذهبي، يعني اللون كله يبقى موحد معاكي في القرص. بصوا بقى دوت هدهن الصاج ده عقبال ما الفرن ده ما يطلع عشان قرب الفرن عقبال ما الصاج ده ما يخرج عشان قرب يخرج. هدهنه بقى كده وشه باللبن بالراحه كده وبملمس ناعم كده على القرصه وادهنيها. بس كده خلاص. تعالوا بقى نطلع الصاج. بص وش احمر وبقى زي الفل. معايا بخاخه ميه بقى كده ببخ بيها القرصه بختين كده وبروح مغطيه. الحركه دي بتخلي القرص معاكي طريه وحلوه قوي. ادي القرص بتاعتنا كلها بعد ما خلصت اللهم بارك. بصوا ما شاء الله حاجه كده زي الفل، وريحه وطعم وجمال مفيش بعد كده. يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم ونال رضاكم واكون ضيفه خفيفه على قلبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك بالله عليكم، حطوا لايك للفيديو. حطوا لي بقى لايك كده حلو. يلا كده القرص بتاعتنا الجميله دي مع كوبايه شاي بحليب كده الصبح، او مع في العشاء مع كوبايه شاي بحليب برضو ممكن تتعشي بيها حاجه خفيفه. اقول لكم ايه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. حطوا لي لايك حلو بالله عليكم. يلا حطوا لايك للقرص الجميله دي. كده خلاص القرص بتاعتنا اتعملت وبقت ما شاء الله اللهم بارك زي الفل. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. بصوا قلبها عامل ازاي، قلبها تحفه بجد، جميله جميله. ودي القرص الساده. يلا سلام عليكم.